على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفقكم إن شاء الله لإكمال هذه المسيرة العلمية إن شاء الله، وأن نستغل هذه العطلة في الانتفاع والمراجعة والدرس والتدريس. على كل حال تعطيل البحوث الخارج ما ينافي أن الإنسان هو نفسه يكون عنده دروس وتدريسات، ما ينافي. سابقا أنا أذكر في بداية هذا دراستنا الدروس المقدمات والسطوح ما تتعطل، عطلة صيف المهمة ما تتعطل إطلاقا، ما تتعطل نهائيا. بحوث الخارج تتعطل، وأول من سن هاي السنة الحسنة إن شاء الله هو السيد الخوئي حفظه رحمة الله عليه قدس الله نفسه الزكية، باعتبار أنه كان طلاب معظمهم يسافرون بالعطلة الصيفية فعطل الدرس، وإلا سابقا ما كانت تعطل الدروس، ما كانت تعطل الدروس حتى في الصيف شدة حرارة الصيف النجف الأشراف كانت الدروس مستمرة. أكو أنا كم مرة انقلت قضية عن الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه، أنا سامعها من مفهوم السيد الشهيد، هو يقول الشيخ صاحب الجواهر كان يدرس في مسجد الجواهر في المسجد، وبيته كان إلى قرب المسجد. يقول يجي للدرس بالصيف الحار يدرس إلى أن يقول ثوبه يتنقع بالعرق، أصلا يتبلد من العرق كثر الجهد اللي يبذله في التدريس. من هذا نفهم أن وقت الدرس ما كان نص ساعة وثلث ساعة، والطالب يعاين الساعة شوف تخلص الدرس، كان يستمر بحيث اللي أنه ثوبه يتبلل من العرق. فيقول ما كان يعطل الدرس، كان ينزل يروح للدخلاني يبدل ثيابه ويرجع ويستأنف الدرس. هذا يعني أشبه بالخيال بالنسبة لنا، أشبه بالخيال بالنسبة لنا. الغرض أنه كان يدرسون في الصيف الحار في العطلة ما نسميه بالعطلة الصيفية الدروس مستمرة. الغرض أن الدروس المقدمات دروس السطوح لتستمر، ماكو داعي لتعطيلها، تستمر. طبعا استثني الأخوة الطلاب الذين يذهبون للتبليغ، هذا استثناء، هذا يؤدون واجب وفريضة مهمة جدا ولا بد منها، وأشجع الآخرين على أن يؤدوا هذه الفريضة أيضا. لكن من لا تتاح له الفرصة للقيام بهذه الوظيفة أو يكون معذور لسبب أو لآخر، ماكو مانع أن يستأنف دروسه وتدريساته ويمشي في درسه، ماكو داعي للتعطيل، ماكو داعي للتعطيل. أنا أذكر في الصيف كنا ندرس مكاسب ورسائل وكذا ونحضر هذا، وكان بعض الدروس حتى في الساعة 3 بعد الظهر في الصيف الحار، في 3 بعد الظهر. وأنا قلت مرارا أنه من 3 بعد الظهر في شهر تموز أو حزيران كان لعله الطير ما يطير في السماء من شدة الحر، يعني الطيور تأوي لها وكارهة في هذا الوقت من شدة الحر. احنا كان عندنا درس في هذا الوقت، كان مجبرين أن نروح في هذا الوقت إلى مكان الدرس ونحضر الدرس، فلا داعي لتعطيل الدروس. إنسان الطلبة منكم إذا عد تدريس قد يستمر في تدريسه، ما في داعي يعطل. ليش يتقيد ببحوث الخارج؟ عطلوا وإحنا ما نعطل، ما عطلوا وإحنا ما نعطل، ماكو داعي لهذا التقييد، فتستمر حينئذ. وهذا لابد منه للطالب حتى يصل إلى ما يريد أن يصل إليه بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. أيضا التوفيق من الله سبحانه وتعالى لا بد منه في كل هذه الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم بما يرضيه، وأن لا تنسونا من الدعاء إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.